أنا في طريقي إلى بافوسا، أحس برعب وأنا أدخل إلى هذا المكان. فهذا يعد خمرا. نحن في ورطة يا رفاق، انظروا ماذا حدث. لا تتحرك. لقد اتعبتني هذه. هل أستطيع فعلها؟ هل أستطيع أن أقطع مسافة 30 كيلومترا مشيا على الأقدام وأنا أدفع هذه العربة الثقيلة؟ تقريبا أنا مستعد لبدء هذه الرحلة. سأرتدي قبعتي. هيا لننطلق. هل أستطيع أن أصل إلى بافوسان قبل غروب الشمس؟ المطر قادم والطريق صعب، كله تحديات، صعود وهبوط. لما أغادر المدينة سوف أدخل وسط الغابات والحقول الفلاحية. يجب علي أن أسبق المطر، فإذا حل المطر بي في الطريق سوف تجرفني السيول. يا إلهي ماذا وجدت هنا؟ لا أعلم ما سأقول لكم. هنا يباع اللحم المشوي كما تلاحظون، هذا الدجاج. لكن استغربت في أمر، أظن أن هذا يطعمون به القطط أو ما شابه. انظروا إنها رجلين والرأس، وهنا يعني كباب بالرأس وبالرجلين. هذا البنات. Monsieur, you mange. إنهم يأكلون أحشاء الدجاج، يعني الكبد والقلب وكل شيء، وحتى الرجلين والرأس يأكلونهم هنا، يطبخونهم في الزيت. لقد وصلت إلى منحدر وليس لدي فرامل. لا أتوفر على فرامل. انظرها، هي تمشي لوحدها، سأمسك بها. إن المنحدر في الأمام منحدر صعب، لا أتوفر على فرامل. وحتى العجلات أظن أن إحداهما ستنكسر. الآن سوف أريكم شيئا أنا استغربت له صراحة. انظروا، شجرة ما شاء الله عملاقة تظل كل من حولها. جميع السكان والتجار تظلهم هذه الشجرة بظلها. وأظن أن يوجد بداخلها كهف. رأيت شيئا يشبه الكهف. واو، ظل رائع ما شاء الله. لا أعلم شجرة ماذا. ها ثمارها، هاي ثمارها. إنه تشبه ما نسموه نحن في المغرب بالكورجيت. تشبه الكورجيت تماما، لكنني لا أعرف هل هي فاكهة تؤكل أم لا. لا أظن أنها تؤكل لأنه يوجد بها الكثير هنا. وتشبه أيضا للموز. فروع ضخمة ما شاء الله، سبحان الله. والله أني أرى في هكا عنقي قد أصابه تشنج وشعرت بالدواخ. دعونا نذهب ونلقي نظرة على الكهف الذي رأيته بداخلها. هل هو كهف أم لا؟ واو، انظروا بداخلها. لقد دخلنا وسط الشجرة. مرعب مرعب والله العظيم. أحس برعب وأنا أدخل إلى هذا المكان. ما شاء الله، بسم الله. واو، إنها مجوفة من الداخل. يبدو أنها تسكنها خفافيش. نظرت إلى الداخل إنها مظلم جدا. واو ما شاء الله. هكذا هي الكلمة الطيبة، يكون أصلها ثابت مثل هكذا وفرعها في السماء. هكذا شبهت الكلمة الطيبة مثل هكذا.
سبحان الله. لذلك إخواني أخواتي اتركوا لنا كلمات طيبة في التعاليق. فوني هذه شجرة البابو. اي بابو ايوه لي فخوي دو بابو نو مونج كوم لو بانان. ايوه يشبه الموز. ايوه 100 أنت أين تعلمت العربية؟ انا في عربيه 100 نعم في المسجد أو هنا في الكاميرون. انا في كاميرون انا بعدين انا في الجيريا، في ليبيا، في ايجيبتيا، في موروكو. جيت مروكو. ايوه في كله انا في كله كازابلانكا كله في كلام مشكله كثير. فرونتير لابا مشكله كثير. الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير. ايوه Il donne quelque chose au gardien. Voilà, à la santé. Il n'y a pas de trop donné. Calme-toi d'abord, ouais. فهذا يعد خمرا هنا. سي بير. Non, Bien. ويسكي. ويسكي. هنا ويسكي. هنا ويسكي. موسكوس ها؟ هذا ايوه موسكوس. Manyang ايوه موسكوس. bien. مليان هذا بير. Bien, Manyang. مليان. هنا عرام ها؟ Give me money. Give me small money. I beg. Na Coreso. C'est quoi ça? Pour où? Are you give how much? Give money now. 100 francs. Ok, merci papa. Merci. Ok. Comment tu t'appelles? Mefeya. Mefia. Oui. Ok. Nice to meet you. Je m'appelle Aziz. يا للهول يا أخواني. ستشاهدون ما حدثت لعرباتي هنا، يعني وسط الغابة. لا يوجد أي دكان هنا، يعني يخصني تقريبا 14 كيلومترا كي أجد يعني بلدة صغيرة ربما أحل في هذا المشكل. ها أنتم العربة. سأجرب جميع المحاولات باءت بالفشل. لا يجب علي أن أتحرك هكذا حتى أصل عند شخص يعني وأقول له أن يساعدني في ضخ الهواء في هذه العجلة. لا أعلم هل سيكون الأمر سهل أم متعب، لا أعتقد ذلك. يجب علي التحرك الآن. واو متعب. إن كان الإطار بدون هواء تكون الطريق متعبة. وصلت الآن إلى بلدة صغيرة لا أعلم اسمها، لكن سأبحث إن كان هناك شخص يعني يصلح الإطارات. سوف أقوم بإصلاح هذا الإطار. لا أعلم. انظر إلى جبيني، إنني تعرقت كثيرا. يجب علي أن أستحم. انظروا، إن المياه مثل الأمطار. يا سلام، انظر يا شباب، إنه منظر خرافي. يجب علي أن أصعد. لقد تبللت ملابسي، لقد تبللت. هيا لنهرب، هيا بنا. لقد تم إصلاح العجلة.
والآن سوف نكمل الطريق. هيا بنا. هذه المنطقة فهي منطقة فلاحية. هنا توجد بكثرة أشجار الموز كما تشاهدون. غيوم بدأت تتكاثف. يا إلهي ماذا وجدت، ماذا يباع هنا؟ انظروا انظروا، إنهم اليرقات. ساسي فورمونج. إنها لا تزال حية لا تتحرك. إنه للأكل، يقولوا إنها للأكل. أنا فقط أريد أن أريها لكم. ميرسي. وجدت أفوكا صغيرة. هذه شجرة الأفوكادو. هذو أشجار الأفوكادو. أنا في طريقي إلى بافوسام مشيا على الأقدام. هل سأستطيع أن أصل قبل غروب الشمس أم لا؟ مع العلم أن عندي منخفضات ومرتفعات في الطريق. سأصل إلى مرتفع في الأمام، يعني مرتفع كبير جدا. سأحاول أن أصل إلى بافوسام قبل غروب الشمس، لكن كما تشاهدون معي فالسماء ملبدة بالغيوم، فإذا أمطرت سوف أضطر لأن أقف وأختبئ من المطر. بدأت تمطر قليلا. شاهدت البرق وميض البرق أمامي ولم أسمع صوت الرعد، لكنني متأكد أنها سوف تمطر. الشارع هنا ضيق وأنا أسرع لكي أجد مكان لأختبئ فيه في حال ما بدأ المطر يهطل. اقتربت إلى قرية، أنا أشاهد قرية وهذه المناظر جميلة. الناس هنا يزرعون، شاهدتهم يزرعون كثيرا، يعني البطاطس والفواكه مثل الموز كما تشاهدون وأفوكادو، لكن الموز بكثرة. لقد بدأ المطر يتساقط كما تسمعون. أنا متعب والله، أنا متعب. أظن أنها سوف تمطر بقوة، لا أعلم، لكنني أنا مختبئ هنا تحت هذه السقيفة. سوف أحتمي بها حتى يمر المطر. لا أعرف كم من الوقت سيأخذ، لكنني هنا. لقد ذهب المطر وعادت الأجواء كما هي، لكن لا يزال هناك بعض الغيوم. لكن سأستغل هذه الفرصة لكي أقطع بضع كيلومترات. يجب علي أن أصل اليوم إلى بافوسام. هذا المنحدر الذي كنت أخشاه. لقد وصلت إلى المنحدر الخطير، ليس لدي فرامل. الطريق لا زالت مبللة بالأمطار، فماذا سأفعل؟ سأحاول أن أثبت قدمي قدر المستطاع. العربة تجذبني إلى الأمام، لا أستطيع التحكم فيها. ماذا سأفعل؟ سوف أنحرف عن الطريق قليلا. هنا يبدو بعض التبات. هنا ليس فيه الزلال.
سوف أزيل هذا العطل عن الطريق. سوف تعرقل أحدا له من منحدر شديد، فأنا أسحب العربة بكل طاقتي، بكل ما لدي من طاقة. يجب علي عمل لها فرامل. هذا كله هنا شجر الأفوكادو. الكل يسألني ماذا تبيع، ماذا تبيع، ماذا تبيع. أقول لهم أنا لا أبيع شيئا، أنا رحالة أريد الذهاب إلى مكة المكرمة مشيا على الأقدام. أنا قطعت 14 دولة اللهم بارك، ولم يتبقى لي سوى دولتين فقط لأصل إلى مكة. يا ذاك الراهن. إنها أفوكادو صغيرة صغيرة، لا تزال صغيرة. أريد أن أتكلم لكن هذا المرتفع انظر إليه من الخلف. صعدت من هذا المنحدر تقريبا 2 كيلومتر كلها ارتفاع، ولقد أنهكتني يا رفاق. هيا بنا لنتحرك. كان المطر تقريبا ساعة ونصف والمطر يعطل. لم أتحرك فيها، لم أقطع فيها ولا متر واحد، يعني حتى ذهب المطر فعدت إلى الطريق، يعني ساعة ونصف. كنت سوف أقطع في يوم تقريبا ما بين 12 كيلومتر إلى 15. لا بأس، لا مشكلة. المهم لا زلنا في الطريق. يا إلهي ما هذا اليوم كله مرتفعات. صعدنا من هذا المرتفع ووجدنا مرتفع آخر. شوف اليوم كله مرتفعات. اليوم سوف أشتري بعض الباباي هنا كما تشاهدون. هذا الباباي يعني هذا كله بدولار 1.5 دولار كله. أنا أخذت منه 2 حبتان، يعني 1 2 3 4 5 6 8 حبات بدولار 1.5. هذه الشجرة قد أسقطتها الرياح. كما شاهدتم فالرياح كانت قوية في الساعات الماضية. هنا الأناناس بكثرة والبنان. باي باي. bonsoir. ثانك يو. اشتريت 3 حبات تقريبا بنصف دولار. لكن صراحة يا إخوان لقد تعبت. هناك الكثير من المرتفعات والمنخفضات. لا زلنا لم نصل إلى بافوسام. سأشتري الخبز، ليس معي خبز، سأشتري الخبز هنا. لا أعلم إن كان يبيع للحبة أم يبيع هذا كله.
اشترينا الموز، هذا تقريبا ب3 دراهم مغربية، يعني أقل من نصف دولار، ربع دولار تقريبا، ربع دولار. اطلع هادي خصنا نطلعو معاها عاوتاني. طلع هي. ياه واو، لقد اتعبتني هذه. هذا المرتفع. اوه يوجد الكثير من الحطب ما شاء الله. الله حطهم، يعني يجمعون الحطب من اجل طهي اكلهم. انزل بالعربة. هذا اليوم كان شاقا، اليوم كان شاقا بمعنى الكلمة، لكن لا بأس، نحن ملوك التحدي، أنتم ملوك التحدي. سنفعلها. علي أن أسرع، لأن هنا بالليل تكون الأمطار، يكون المطر غزير، يعني علينا أن نسرع، يجب أن نسرع لأن حل الظلام، يجب أن نجري. هيا بنا، هيا بنا. أوه، لا أريد أن يحل علي الظلام وأنا في على الطريق الضيق. واو، ليس معي ضوء، يعني لا قدر الله ربما تعرض لحادث ينحل الظلام. يا هنا شاحنات كثيرة تمر من هذا المكان، يجب أن نسرع. نحن في ورطة يا رفاق، انظروا ماذا حدث، لا أصدق هذا، لا أريد هذا أن يحدث. الوقت يداهمنا، إن العجلة قد لا أعرف ماذا أفعل. رأيتم العجلة لم تعد تتحمل هذا الوزن، يجب علي أن أصلحها، لا أعرف ماذا أفعل. الوقت لا الوقت يداهمني. إن حل الليل، أنا وسط الغابة، انظروا، أنا فقط وسط الشارع، هناك غابة وهناك شارع، لا أعرف ماذا أفعل. رفاق، بكل تأكيد أنا في ورطة الآن، لا أعرف ماذا أفعل.